مسا مسا يا حلوين، اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده وصفة فراخ حلوة جدا، سهلة جدا، مفيهاش اي افتكاسة، طرية جدا، نتيجتها حلوة اوي، هتعجبك ان شاء الله لو اول مرة تجربيها يعني. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي اعمل لايك واشتركي معانا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفة انا بنزلها. انا ايه اللي انا عمالة احطه ده ملح وفلفل وكمون و7 بهارات وبصل بودرة وتوم بودرة، لو مش عندك استغني عنهم، دول اللي في الطبق. معايا ايه تاني؟ الخلطة بتاعت الفراخ النهاردة، انا الفراخ بتاعتي هشويها، فمعايا بصلة كبيرة وطماطمتين كبار، قرنين شطة خضرة حراقة او باردة زي ما تحبي، ومعايا ليمونة عايزاها زي ما هي كده هقسمها نصين وعايزاها زي ما هي كده، ومعايا ازازة الكاتشب دي، ومعايا توم. انا هاخد البصل والثوم، بصل وثوم وطماطم والشطة والليمونة، ودول كله هضربهم في الخلاط. لو عندك كبة مفيش مشكلة، بس الخلاط يعني لان كلنا عندنا خلاطات، لتسهيل الوصفة اكتر يعني. هنضربهم في الخلاط وهخلي البهارات بره هي والكاتشب. تمام. انا هو باخد معلقة توم مطحون، والخلطة دي كلها الطبق ده هضربه في الخلاط مع حبة مية. بعد ما ضربت الخلطة بتاعتي دي في الخلاط بفضيها هنا، وهنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وكمون، 7 بهارات، بصل بودرة، توم بودرة، وحبة كاتشب، بيدولها تطعيمة حلوة اوي. مش عندك، اللي مش عندك استغني عنه. وهتبل الفرخة بتاعتي وهدخلها الفرن لحد ما تستوي. عايزة تسويها على البوتاجاز من فوق، سويها على البوتاجاز من فوق وبعد كده دخلها الفرن تاخد وش، مفيش اي مشكلة زي ما انا عملت. عايزة تدخليها من الاول الفرن دخليها من هنا، في الوقت ده تقدري تدوقي الملح وتزودي او تقللي على حسب ما بتحبي. ضفت بقى حبة زيت وهضيف حبة خل واقلب الخلطة بتاعتي واتبل الفراخ بتاعتي. يستحسن تتبلي الفراخ دي قبلها بليلة، بس لو ما امكنش يعني تتبليها وتسويها على طول عادي زي ما انا عملت كده. الخلطة بتاعتي شكلها حلو جدا، طعمها وريحتها كمان حلوين قوي. هنا كنت بجيب الفراخ بتاعتي، انا عامله فرختين، فدول عايزه تقللي المقادير قللي. بتبل بقى فوق الجلد وتحت الجلد، وبتبل على قد ما اقدر افرك الفرخه بتاعتي كده، بس اتبلها كويس واحطها في صينيه وادخلها الفرن وهي متغطيه عشان تستوي. الفراخ دي فراخ مشويه طعمها حلو جدا وسهله جدا، طريقتها سهله جدا ومقاديرها كمان سهله وما فيهاش اي افتكاسه. دي تاني فرخه معايا اهوت. عايزة بعد ما تستوي تطفيها في حتة فحمة، تولعي فحمة وتطفيها بيها عشان تاخد يعني طعم وريحة الفحم، مفيش اي مشكلة، انت وراحتك. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعمل لايك للفيديو بالله واشترك معانا في القناة. هنا كنت تبلت الفرخة بتاعتي، نزلت عليها بقى بقيت التتبيلة بتاعتي خسارة يعني، وانا كده كده بدل ما ازود مية في الصينية عشان ما تحرقش مني، فنزلت بالتتبيلة بتاعتي. خليت التتبيلة لسه، التتبيلة خلي بالكوا دي هتنزل مية اكتر و هتسوي لي الفراخ. انا ما ضفتش ميه خالص على الفراخ بتاعتي، هي استوت منها فيها كده، غطيتها واستوت منها فيها كده، بس تدخل بقى الفرن او تسويها على البوتاجاز، ولما تستوي تحطيها تاخد وش ايه تحت الشوايه. يلا بينا نشوفها بعد ما استوت، بعد ما دابت دوب. شايفين شكلها تحفه جدا وطعمها والله ولا احسن. جربي الوصفه دي وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك جدا. انا بس كنت مستعجله فمعرفتش اصور اكتر من كده. جربوا بألف هنا.